نبقى دائما مع أجواء شهر رمضان، فالدبارة الأكلة الأكثر شعبية بولاية بسكرة تبقى دائمة الحضور على موائد الإفطار الرمضانية رغم ارتفاع درجات الحرارة، إذ لا يستغنى عنها البساكرة وحتى إن كانت للزينة فقط على موائد إفطارهم. المزيد في تقرير علي رحاب. الدبارة البسكرية الأكلة الأكثر شعبية بولاية بسكرة، ولا يمكن أن تخلو مائدة البساكرة منها. مكوناتها خليط من التوابل وقليل من الفول أو الحمص أو خليط بينهما، يختلط بمواد طازجة كالفلفل والطماطم. تكون هذه المواد أكلة الدبارة التي تشهد رواجا حتى خلال شهر الصيام مع ارتفاع درجات الحرارة. وهذه ياكلوها هذه على بعد رمضان ولا في الافطار، هذه مش غير في رمضان ياكلوها خالي، هاي حتى في الافطار هي ماشيه، وهم يدوها حتى لاوروبا دركا. من هنا تروح على اوروبا، راحت لإيطاليا، راحت من هنا للشمال لفرنسا. كما نقولوا احنا في فصل الصيف شويه سخانه، توقص الخدمه تاعها مش كما الشتاء في البرد وكذا، بصح رغم سخون الحال وكذا ولا ما كاين قبال عليها نسدها، ولازم ديما في الطابله، لازم ديما بجنب الطابله محطوطه في الطابله. ومع إشراقة كل صباح تكون وجهة البساكرة لمحلات الدبارة كل حسب ذوقه. احسن وجبه على مستوى الصحه هي الدبره، اكله شعبيه. أكلة شعبية في مدينة بسكرة يقولوا لها الدبارة، ورانا شيعين فيها في بسكرة. أما عن العاملين في محلات الدبارة فهم شباب مؤهلون لهم تاريخ في صناعة الدبارة التي لا يمكن أن يستغني عنها سكان ولاية الزيبان.